الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة احساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة خالد. برحب بكل مستمعي إذاعة الشباب والرياضة. أنا أميرة خالد معاكم كل أسبوع. معانا النهاردة الدكتور الناصر المغربي استشاري الطب النفسي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. على البيج بتاعتنا على الفيسبوك جالنا أسئلة كتير، ومن ضمنها سؤال بيقول: كل الناس بتشوفني جميلة بس أنا مش شايفة نفسي جميلة فعلا. هي الحقيقة بتلفت النظر لحاجة مهمة جدا، إن إحنا ما بنشوفش بعينينا، إحنا بنشوف بذهننا، بنشوف اللي في فكرنا، بنشوف اللي في دماغنا، ما بنشوفش اللي هو موجود قدام عينينا ككاميرا. فهي عملت لقطة فيها اختلاف ما بين نظرة من عين الكاميرا، هي شايفة نفسها بذهنها، هي بتشوف نفسها إزاي كشخصية. طب إيه اللي خلى عقلها يشوفها وحش؟ لأن هي مش شايفة الصورة الخارجية، هي شايفة الشخصية كلها على بعضها. يبقى معنى كده إن هي في حاجات جواها هي بتضايقها من نفسها. بالظبط، ما هو ده بقى لقطة الجمال الداخلي والجمال الخارجي. الناس بتشوف الجمال الخارجي سهل ملموس من العين كده، لكن الجمال الداخلي ده بينتقل عبر موصلات أخرى غير الحواس الخمس. هي مش شايفة الجمال الداخلي بتاعها، ده حاسة إنها مش جميلة لأن هي مش مبسوطة من نفسها. طب هي مش مبسوطة من نفسها ليه؟ ياه، ده في حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها، لأن محدش يعرف الحاجات دي في معظمها غير هي. يعني هي اللي عارفة نفسها كويس جدا. الواحد مثلا فرضا إنه مش متسامح، هو يعني ماسك الورقة والقلم ويقول إيه؟ حقي وحقك. يتعامل مع الناس كده المعاملة صعبة، وبيتعامل مع نفسه كمان، وبيبقى صعب إرضائه، لأن الحاجات دي صعب جدا فيها إن إحنا نوصل بالظبط كده. لكن اللي هو متسامح بطبيعته يبقى سهل جدا إنه يميل كفة الميزان دايما ناحيته، يقول إيه؟ والله يعني ما جراش حاجة، أهو بيحصل، ربنا يجيب لنا حقنا. يعني المهم حب الناس، مش مهم إن أنا هو أخذ مني بعد كده، هو بعد كده بيرجع يعتذر زي ما حصل في موقف وموقف، هو مبسوط من نفسه. يعني حضرتك شايف ان انا عشان اشوف نفسي حلوة لازم اكون متسامحة؟ ساعات الواحد يضايق لنفسه حاجة. مظبوط، اللي زي ما بيقولوا عليها عندنا يكذب ويصدق الكذبة. بالظبط، يعني في مستوى ما مش مبسوط من نفسه، هو مش قادر يتقبل الفكرة دي، فيبتدي بقى يضحك هو على نفسه، يضحك على نفسه عشان يرتاح نفسيا، عشان يبقى مبسوط من نفسه، فرحان بنفسه، أو شايف نفسه أحسن واحد في الدنيا. بس الحقيقة إنه محدش بيعرف يضحك على نفسه فعلا. مهما قعد يزيف لنفسه، ما يضحك على الدنيا كلها لكن ما يقدرش يضحك على نفسه. لازم بشكل ما هو بيبقى مش مرتاح. والأفضل بقى بدل ما يفضل يضحك على نفسه، لأن عمره ما هيرتاح، إنه يبتدي يشوف هو ليه مش مرتاح، عشان الرضا الظاهري اللي هو مبسوط بيه من نفسه ده بس في الآخر ما بيريحوش، يبتدي يتحول إلى رضا حقيقي. وعايز أقول لحضرتك حاجة، هي معظم الناس مع تقدم العمر بيبتدي يوصل لمعادلة مش بطالة في رضائه عن نفسه. ازاي؟ يعني بيبتدي كل ما العمر يتقدم ينضج، وكل ما السن يكبر يبتدي يكتشف ان الحياة زائفة، مش مستاهلة بقى، وانها مش مستاهلة كل الكذب ده وكل الزيف ده، ويبتدي هو يتقبل نفسه، ويبتدي العيوب بتاعته يتعامل معها بشكل ان هو نفسه يفضحها ويعترف بذنبه، لانه عايز يريح نفسه بقى كويس، ويبقى يقول ايه؟ انا كل ما اقترب من ربنا اكتر، كل ما هكون انا راضي عن نفسي اكتر ومبسوط من نفسي اكتر، ويبقى الدنيا هنا بقت محطة لعالم تاني جاي، الواحد بقى يشعر فيه بالراحة الحقيقية الدائمة والجمال الذي لا ينتهي. احنا بننصحها ان هي تدور جوه نفسها ايه اللي مضايقها كويس ومزعلها من نفسها، ومش مخليها تشوف نفسها جميلة زي ما الآخرين بيشوفوها، لغاية ما توصل. ما كانتش تقدر لوحدها، تدور على حد يساعدها، وأولهم أقرب الناس ليها يبقوا عارفينها وبيقدروا يساعدوها. ما كانش ماما أو بابا أو أخ كبير، ممكن صاحبة ليها أو حد أكبر منها هي اتصل. ربنا يوفقها.
اشكرك يا دكتور نعم. هالة، خلاص جاوبنا على سؤالك، وكمان مستنيه كل اسئلتكم واقتراحاتكم على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، عنوانها بالعربي لغه الجمال مع اميره خالد على 108 اف ام. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة خالد. لغة الجمال.